الفضايا بحر الكرم نيجي سكر جونا عبر تنمينا وصيرنا عظيمة عظيمة يا مصر أرضنا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هنا نبدأ، من كلام الله نبدأ. الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأن مكرهم في خفاء وأنهم يدبرون، كما قال الله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم. كان حتما في هذه اللحظة وفي هذه الساعة أن أتكلم وأبين للأمة أنكم مستهدفون، وأبين للشعب المصري أنك أيها الشعب الأبي الحر العظيم المستهدف من قبل أعداء الأمة، لأنهم يعلمون قدرك ويعرفون مقدارك ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليك خيرا، فهم يعرفون أن الخطر عليهم كامن في مصر، من رجال مصر، من أشراف مصر، من جنود مصر. فعلينا أن نفهم جيدا أن ما حدث اليوم من تفجيرات في العريش استهدفت إخوتنا في العريش من رجال الشرطة. نعم، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا عندما كان يقف على جبل أحد. وهذه الرسالة أقولها لكل أب ولكل أم فقد ابنه أو فقدت ابنها. تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أعداء الأمة يستهدفون الشرفاء، أعداء الأمة يستهدفون النبلاء، يستهدفون الصادقين، يستهدفون أصحاب الدين الحق الذين هم على صراط مستقيم. كان يقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، هو سيدنا علي، سيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر، فاهتز الجبل أسفل قدم النبي والصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الجبل: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن سيدنا علي سيستهدف، وأن سيدنا عمر سيستهدف وسيقتل شهيدا في سبيل الله. فهنيئا لك كل أم، وهنيئا لك كل أب بشهادة ابنك اليوم. كن فخورا، لأن الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل والدنيا قليلة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لابد أن نفهم ذلك جيدا. لكل إنسان فقد ابنه ولكل أم فقد ابنها تعلم أن هذا سيكون لك شرفا عند الله، وسيكون شرفا لك عند الله أن يكون لك شهيدا عند الله يستقبلك، وأن للشهيد منازل عظيمة، منها أنه يغفر له من أول دفعة في دمه، ثم يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، يؤمن من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة وعليه تاج الوقار، كل لؤلؤة منه أفضل من الدنيا وما فيها، يشفع في 70 من أهله. كل هذا للشهيد. فهنيئا لكل أم وهنيئا لكل أب. إخوتي أخواتي في مصر العزيزة، لابد أن أتكلم. عندما أتكلم لا أتكلم عن هوى ولا محاباة لأحد. أنا قلت قبل ذلك ووجه رسالة إلى جميع الدول العربية والإسلامية، أؤكد لكم بما أراني الله وبما أعلمني الله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيد من الله، وأن الإرادة الإلهية ترعى مصر والأمة الآن، وأنه جاءت البشريات بالنصر القريب، جاءت البشريات بالنصر القريب،
وهذا ما أرانا الله سبحانه وتعالى. فاثبتوا فإنكم على الحق، فاثبتوا فأنتم المنتصرون. أعلمنا الله وأرانا الله من فضله أن هذه القوى التي تحارب مصر الآن وتحارب الأمة الآن هي إلى زوال، وأن عرشها سينتهي سينتهي سينتهي، وعن قريب سترون هذا عندما تتحقق آيات الله في الكون وتجدون أعداءكم يذوبون كما يذوب الملح بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء أمر الله كما أعلمنا الله. جاء أمر الله، جاء أمر الله، جاء أمر الله، ولن يقف أمامه أحد. أحب أن أنوه إلى شيء يستخدمونه الآن، وهو نشر الشائعات في نطاق داخل جمهورية مصر العربية في كافة القطاعات. لهم أعوان ولهم مأجورين ولهم خونة في داخل المؤسسات ينشرون شائعات ويثبتون همم الأمة، يثبتون همم الأمة ويجعلون الروح المعنوية تنخفض. هم يريدون ذلك لكن لم يحدث إن شاء الله. لكن هدفهم إن هم منتشرين الآن في المصالح الحكومية، في الأماكن العامة، حتى في المواصلات. مجندين بعض الناس اللي هم يعني بعض سائق التاكسي يتكلمون مع من يركب معهم فيقولون لهم كلاما يؤدي إلى الإحباط، كلاما يؤدي إلى التشكيك في القيادة التي تقود مصر، كلاما يؤدي إلى طمس الحقيقة، كلاما يحقق أهداف الذين دفعوا لهم ومولوهم واستأجروهم بزينة زائلة. هذا موجود بحقيقة، هذا موجود الآن. نشر الشائعات حتى أنهم قاموا بعمل شيء، وهو كانوا يجتمعون في أماكن متفرقة ويعلمونهم كيفية الأسئلة وكيفية طرح الأسئلة وكيفية الإجابة على من يرد على هذه الأسئلة. فعلينا أن نفهم أن هناك مخطط، هناك مخطط معد ومرتب وممول، وهذه حقيقة. لكن الله سبحانه وتعالى أراني من فضله أن النصر آت لا ريب فيه. وأنا أقول لكل رؤساء الدول العربية والدول الإسلامية ضعوا أيديكم في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه مؤيد من الله بما أراني الله أنه مؤيد من الله، وأن الله أرانا الأحداث التي حدثت في الأيام التي مضت قبل أن تحدث وبشرياتها وما سيأتي بعد ذلك ولم يحدث. وأؤكد لكم هذا أمة الإسلام، أتكلم بمنة من الله، بمنة من الله أتعلم، وبفتح من الله أتكلم. لا أتكلم عن هوى ولا محاباة لرئيس أو لهدف في نفسي، ولكني أبلغ رسالة الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سيدنا الإمام الحسين ضحى في سبيل الحق واستشهد في سبيل الحق. والذين على شاكلة المأجورين وعلى شاكلة أصحاب الهوى والذين يحققون دنيا ومصالح شخصية إنهم لن يفلحوا، وسيجعلهم الله سبحانه وتعالى هم الأخسرون، هم الخاسرون، هم النادمون. يا شعب مصر اثبت فإنك على الحق. نضع أيدينا في يد أخي المسيحي في جميع طوائف الشعب المصري تكون يدا واحدة. أكلمكم بما علمني الله، فلا بد كنت أن أتكلم في هذه اللحظة حتى نعلم الحقيقة. منا من الله نتعلم، وبفتح من الله نتكلم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.